السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة كيكاية حجم عائلي زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. بس قبل ما ندخل على الفيديو هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وما تنسوش اللايك الجميل والكومنت الحلو. حط اللايك يا عسل انت وهي. هنعمل النهاردة كيكاية تقدري تعمليها وتكفي أسرة وعيلة كاملة. تحفة وجميلة وهشة وما هقولكوش الطراوة والجمال اللي فيها. وطعمها جميل جدا زي ما احنا اتفقنا قبل كده. قبل ما بنزل الفيديو بكون الحاجة دي واكلينها وواخدة، يعني بصوا لو مكانش عجباني ما بنش منزلاه. بس بصراحة الطريقة دي حلوة قوي. انا جايبة المج معايا وعاير قدامكم كوباية كوباية. هعمل 6 كوبايات دقيق. 6 كوبايات دقيق وهنعمل كل حاجة بمج واحد. مج عادي من بتاع الشاي موجود في اي بيت. وطبعا لازم تنخلوهم كويس. اخد كوبايتين كوبايتين وانخلهم كده. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص انا كل حاجه بعملها قدامكم اهي، لا بسرع الفيديو ولا اي حاجه. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا بقى يا حبايبي، في الوقت اللي انا بدات فيه اعمل الكيكه بتكون مولعه الفرن البوتاجاز بتاعك يسخن. اهم حاجه النقطه دي. انت هتبداي تعملي الكيكه دي تولعي فرن البوتاجاز وتبداي تعملي فيها على ما تخلصي بيكون سخن معاكي وبقى زي الفل. احنا في البرد ولازما تسخن الفرن. معانا كيسين من بيكنج باودر. احنا قلنا الكيكايه حجم عائلي. كيكايه حلوه وكبيره. هتقدري تعملها بمقادير سهله وبسيطه وجميله. ومن دون لا مضرب كهرباء ولا حاجه. هنعملها كل حاجه بشفشق الخلاط. بعملها على ايدي وشفشق الخلاط وبتطلع ناجحه وحلو. هنحط لكل كوبايه دقيق معلقه كاكاو خام. معلقه كاكاو خام من اللي هو الحلو. خلاص يا حبايبي، هتحط كل كوبايه معلقه. يعني انا هاخد 6 معالق كاكاو. كل كوبايه دي بتاخد معلقه كاكاو خام. وتنخليهم. طب بتنخلوهم ليه؟ عشان بيبقى في الاخر زي ما تشوفوا كده مخرز اهو. لازم يتنخل عشان تفركيه بالفركه دي. والبيكنج باودر طبعا نخلته برضو لان احيانا بيبقى مخرز برضو. بعد كده هنقلب المواد الجافة دي كلها مع بعضها. الدقيق والبيكنج باودر هنمسكه نحركه خالص لما نخليه خليط واحد. شوفي بصي قلبي على اتجاه واحد كده، ايه خلي كل الدقيق وكاكاو وطبعا بيكنج باودر حركيه خالص الاول من غير اي سوائل. لازم تقلبيه كده قبل ما تضيفي السوائل. لو ما ضفتيش، لو ضفت السوائل وهو لسه بكلكع معاكي وبيبقى معاكي حته فيها كاكاو وحته لا. خلصنا كده، جبنا شفش الخلاط زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. وهنجيب برضو 6 بيضات. لكل كوبايه بيضه. كوبايه الدقيق خدت كوبايه خدت معلقه كاكاو. خدت بيض عشان خاطر حبايبي لو انت حابه تعملي كوبايتين تعملي بالمقدار اللي بقولك عليه ده. حبيتي تعملي 3 كوبايات تحطي 3 3 3. حبيتي تعملي الستة تعملي 6 زي ما انا وريتك كده. 6 كوبايات دقيق، 6 معالق كاكاو، 6 بيضات. هنحط فانيليا وهنحط ازازة ونص من الفانيليا دي عشان تشيل معانا زفرة البيض. هنجيب رشة من الملح، رشة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. وهنضيف عليهم 2.5 كوبايات سكر. علشان خاطر احنا معانا، يعني ممكن تحط 3 كوبايات لو انت بتحبها مسكرة. يبقى خدت معاكي كل كوباية دقيق نص كوباية سكر. بس لو انت حبها يعني مش مسكرة قوي ضيفي 2.5 كوبايات سكر حلوين وطعمها زي العسل. وضفنا كوباية زيت وفي نفس الوقت هننزل بنص كوباية سمنة. كوباية زيت ونفس الوقت نص كوباية سمنة. طب انا ما عنديش سمنة ضيفي بس كوباية ونص زيت. هنضيف حبايبي اللبن. هننزل كوباية كوباية قدامكم كده. حطينا واحدة. صلوا على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام. واكتبي المقادير ورايا وعيد الفيديو مرة واتنين واعرفي صح. وانت تعملي ودي كمان كوباية. وهضيف زي بصي السكر نفس اللبن. احتجت طيب وانا بعمل لان الدقيق من الاخر بياخد سوايل. زودي لبن وانت بتعملي. انا ضفت 2.5 كوبايات على منزل على الخليط بتاعي واشوف هيحتاج ولا لا. هاخد كل ده واروح على الخلاط واضربه. اضربيه يعني ايه حلو كده شوية.
لما يدوب كل حاجة في بعضها اهو. نزلي في وعاية، واهم حاجة ومن نجاح الكيك بتاعك، اهم حاجة ومن نجاح الكيك بتاعك حبيبتي ان انتي تبقى الوعي بتاعك ناشفة، يعني البولات بتاعتك دي ناشفة، ما تكونش فيها مية، ما تكونش مبلول. لسببين: لو المواعين بتاعتك ديت مبلولة الكيكة بتهبط منك، وكمان بتحس زفارة البيض لو قلبتيه على مية بيعمل زفار. نصيحة مني لكم حبايب قلبي يا بنات يا حلوين يا عسلات، الوعي اللي تدخلي فيها الدقيق تعملي فيها الكيكة السوائل بتاعتها تبقى ناشفة. للسببين دول: الكيكة بتهبط لما يدخلها مية، مش الدقيق بيعجن فيه وتلاقيه هبط، وفي نفس الوقت زفرة البيض بتبقى نفاذة قوي، مهما تحطي فانيليا مهما تضيفي اي حاجة بتبقى مش حلو. بتنزلي بالدقيق واحدة واحدة عشان خاطر ما يكتلش معاك يعمل كتل، وتحركي على دائرة، يعني بصي ايد واحدة كده ما تدنكيش تروحي وتيجي على اتجاه واحد. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. وزي ما قلت لك حبيبتي احتاجتي تضيفي حبه لبن عادي مش مشكله. وصلت انا الخليط زي ما انتوا اهو، لازم أن يبقى بالقوام ده، لا هو خفيف ولا هو تقيل قوي، زي ما انت شايفه شوفي بينزل من المضرب ازاي في اتجاه واحد، وخليط زي العسل. في نفس الوقت جبت صينيه ودهنتها بالسمنه، دهنتها بالسمنه، ولا بطنت دقيق ولا عملت الافلام اللي زي عدمها دي. اهو انزلي بقى شوفوا القوام بقى نازل ازاي، حاجة تحفة. انا فصلت وجبت معلقة سيليكون ولميت كل اللي في الطبق كده اهو. لميت كل حاجة وبخبطيها بقى على الرخامة خبطتين تلاتة، طلعي كل الهواء اللي فيها وتغمري وتفتحي، وتيجي بعد نص ساعة تلاقيها بالشكل ده. دخلتها في الفرن، فرن سخن من البداية زي ما قلتلك حبيبة قلبي، نص ساعة بالظبط طلعت معايا بالشكل ده. ما اقولكوش على الطعم بقى تحفة، طعمها تحفة. بقطعها قسما بالله وهي طالعة من الفرن ولعة، يعني بصي ما ادتلهاش فرصة ان هي تبرد، يعني كل ما تسيبها تبرد كلنا عارفين ان الكيك كل ما تسيبيه يستريح يبقى النتيجة بتاعته افضل. هي سخنة عشان كده ايه تحس ان هي بتفرفط وانا بقطع. بس شوفوا بقى تعالوا قربوا كده نطلع قطعة وتسمم، وتصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعالوا شوفوا ارتفاع الكيكة قد ايه. بسم شوفوا انا البخار بيتكلم عن نفسه، مش هتكلم انا. اهو طالعة من الفرن ولا لأ؟ شوف عاملة ازاي، تقولي ده الفرن ولع تحت منها لسه. أو شوفوا الهشاشة وشوفوا الجمال، شوفوا التفريغ اللي في الكيك، شوفوا الحلاوة، واخد لون طعم بقى ما اقولكوش خطير. تقدري والله تعمليها جاتو، تقدري تسيبها تبرد وتقطعها من النص وتعمليها على شكل جاتو وتفرحي ولادك. تقدري تاكليها كده مع كوباية لبن مع كوباية شاي. انا قلت ايه هنعمل عشاء، ده العشاء بتاعنا وفطرنا كمان، فطرنا وتعشينا منها وكانت زي الفل. وساعة ما باتت طعمها كان احلى واحلى. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. واللي وصل معايا لحد كده ما ينسانيش في اللايك والشير وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. الكيكه بتتكلم عن نفسها، شوفوا التفريغ والحلاوه والشكل والطعامه. شيروا حبايبي القناه مع اصدقائكم واصحابكم. واللي وصل معايا لحد كده ما ينسانيش في اللايك والشير وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ فتحيه فايد. واتمنى الفيديو بتاعنا يكون سهل وبسيط وعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بترككم في رعايه الله، اوعوا تنسوا الاشتراك في القناه.